ازيكم واهلا بيكم في الجزء الثاني من مسلسل انكشف سري. كنا وقفنا عند فارس وهو داخل عليهم المزاد وبيزايد على القطعه اللي كانت عايزاها ليلى، وهو بيقول لها لو وافقتي تتجوزيني انا هديكي القطعه اللي انت عايزاها دي هديه، وليلى بترفض. وسليم بيقول له انت مش بعتش رفض ولا ايه؟ قال له المزاد ده للناس الغنيه بس، انت ايه اللي جابك هنا؟ فليلى قالت له هو جاي معايا. فبيقول لها انت عارفه عيلتي انها معاها فلوس كتيره جدا وانا اقدر اشتري اي حاجه انا عايزها زي التمثال اللي انت عايزاه ده. وهنا البنت اللي بتدير المزاد بتقول هل في اي حد تاني هيعرض سعر اكتر من 20 مليون؟ فليلى بتقول 30 وفارس بيرد عليها بيقول 40، لحد ما سليم بيقول لليلى دي اول قطعه بس في المزاد، حاولي ما تهتميش بيها قوي. وهنا فارس بيقول طب انت تفهم ايه عشان تعرف التمثال ده ليه قيمه ولا لا؟ وليلى لسه هترفع وتقول 50، ولكن سليم بيمسك ايدها وبيبص بعينه على صندوق من المعروضين وبيشوف ان هو جواه كنز كبير جدا واعلى قيمه من التمثال. فبيقول لها سيبي له التمثال ليه هو. قالت له ازاي انا عايزه التمثال ده؟ قال لها ما تقلقيش اللي موجود جوه الصندوق ده اغلى من التمثال بكتير. وهنا ليلى قالت له متاكد؟ قال لها ثقوا فيا، وليلى بتوافق. وقبل ما نكمل لو انتم مبسوطين معانا ما تنسوش لايك للفيديو واشتراك للقناه عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده بتاعتنا اول باول. والبنت بتعلن ان التمثال هياخده فارس ب 40 مليون وكل اللي قاعدين بيسقفوا، وواحد من اللي قاعدين بيقول التمثال ده اغلى قطعه في اللي معروضين كلهم وقيمته بتعدي ال 100 مليون. وفارس بيقرب لليلى كده وهو معاه التمثال وبيقول لها انا لسه العرض بتاعي زي ما هو، اديك التمثال ده مقابل انك تتجوزيني. ولسه بيقرب عليها كده ولكن سليم بيقف وبيشيل ايده عنها وبيقول له ما تعطلناش لسه في قطع تانية كتير في المزاد. وفارس بيقول له طب وريني هتشتري ايه يا عم الخبير انت، وبيسيبه ويمشي. والبنت اللي واقفه بتبدا تعرض الصندوق قدام الناس، فسليم بيمسك ايد ليلى وبيرفع وبيقول مليون وعشر تلاف. وفارس بيقول انا عمري ما شفت الارقام دي في مزاد راقي زي ده. وكل اللي قاعدين بيضحكوا على سليم وليلى واللي بيعملوه، والناس اللي قاعده بتقول الصندوق ده باين عليه قديم جدا ومش مهم وخساره فيه الفلوس اللي هتدفع. والبنت اللي بتدير المزاد بتعلن ان الصندوق ليلى اخدته بمليون وعشر تلاف. وفارس بيكون عمال يتريق عليهم طالما انت جامد قوي كده خلينا نتنافس انا وانت، انت هتفتح اللي جوه الصندوق ده والقطعه اللي جواه لو اغلى من التمثال اللي انا اشتريته هينحني قدام التاني. وسليم بيوافق وليلى بتكون مستغربه جدا وبتقول له ما توافقش، الصندوق ده مصنوع من الخشب ومش باين ان هو جواه حاجه كبيره، انما التمثال اللي هو اشتراه فده بيساوي فلوس كتير قوي. وليلى بتقول لفارس الرهان ده مش عادل، المفروض ان التمثال اللي معاك اغلى بكتير. وفارس بيقول لها مالكيش دعوه هو وافق، ولو هيرجع في كلامه فانا مش هسمح بده ابدا. وفارس بيقوم كده وبيقول للناس انا عايزكم كلكم تبقوا شاهدين على الرهان بتاعي انا وهو، اللي القطعه بتاعتك تكون اغلى من التانيه هينحني قدام التاني. وبعدها البنت اللي واقفه على المزاد بتقول وانا اللي هقيم القطعه بتاع كل واحد فيكم. ففارس بيقول انا موافق وبيبدا يقدم لها القطعه بتاعته، والبنت بتبص عليها وكلهم بيكونوا قاعدين مستنيين رايها. فالبنت بتقول قيمه التمثال اللي فارس اختاره ما تقلش عن 200 مليون. وفارس بيكون بيضحك وكل اللي موجودين بيكونوا مستغربين وبيقول للبنت دي افتحي الصندوق بقى وشوفي ايه اللي فيه. وسليم بيكون قاعد وباين ان هو واثق في نفسه جدا. والبنت بتبص على الصندوق وبتقول ده صندوق قديم ومش باين ان هو من العصر الملكي وقيمته مش بتتجاوز ال100,000. وفارس بيكون عمال يضحك وبيقول لسليم كده انا كسبت، تعالى دلوقتي وانحني قدامي. وليلى بتكون خايفه على سليم جدا فبتقول له مفيش مشكله هنحاول بقطعه تانية. ولكن سليم بيمسك ايديها كده وبيقول لها ما تقلقيش انا هتصرف. قالت له هتعمل ايه؟ فسليم بيقوم وبيمسك الصندوق وبيرميه على الارض وكل اللي قاعدين بيكونوا مستغربين جدا بس بيشوفوا حاجه جوه الصندوق. وفارس بيتصدم جدا ان الصندوق فعلا جواه تمثال. فسليم بياخد التمثال وبيديه للبنت بتاعه المزاد، والبنت بتقول ده ختم الامبراطوريه القديمه وقيمته ما تقلش عن مليار. ومحدش بيكون مصدق نفسه من اللي موجودين. وفارس بيقول لها انت بتقولي ايه؟ اكيد الكلام ده مش صح. فالبنت بتبص على الختم تاني وبتقول لا فعلا الكلام ده صح وده الختم الاصلي. والبنت بتقول لفارس انا كنت مديره اكتر من مزاد واعرف اقيم قيمه القطع كويس، ده بالاضافه ان انا خبيره اثار، ولو مش مصدقني روح واسال عني ان انا عمري ما اخطات في تقييم قطعه. واحد من اللي قاعدين بيقول بمليون وعشر تلاف اخد اكتر من مليار. وفارس بيكون قاعد وعمال يعيط. وواحد تاني بيقول لسليم انا هديك المليار بس اديني الختم ده. فسليم بيقول لا 12 مليار. وواحده ست من اللي موجودين بتقول انا موافقه وهدفع ال 12 مليار. وليلى بتكون قاعده مش مصدقه نفسها. فواحد تاني بيقول انا هدفع 15. وسليم بيقول لهم انا متاسف انا مش هقدر ابيعه بالرقم ده، انا اشتريته مخصوص عشان خاطر ليلى. وبيديها الختم وليلى بتكون فرحانه بيه جدا وبتشكره وبينده على فارس بيقول له انت اللي خسرت الرهان، تعالى دلوقتي وانحني قدامي. وفارس بيقول له مستحيل، انت شايف نفسك تستحق ان انا انحني لك؟ فسليم بيطلع موبايله كده وبيصوره وفارس بيحاول يداري وشه وبيقول في الفيديو
إن فارس من عيلة الرفاعي مش قادر يتحمل نتيجة رهان خسره، والناس كلها بتكون قاعدة وبتضحك عليه، وبعد كده فارس بيقول خلاص أنا هتحمل نتيجة اللي أنا عملته، وبينحني له على ركبته، وسليم برضه بيكون بيصوره وبيقول له كنت بتقول إيه؟ أنا مش سامعك، وفارس بيزعق كده بيقول أنا آسف، وسليم بيقعد يضحك عليه هو وكل اللي موجودين، وبياخد ليلى في إيده وبيمشي، وليلى بتمسك إيده كده وبتقول له إيه رأيك لو تيجي تتعشى عندي النهارده في البيت؟ ولكن بيجي لسليم مكالمة بنت بتقول له تعالى بسرعة عائشة حصل لها حاجة غريبة، وسليم بيطلع يجري من قدام ليلى، وبعدها بنشوف عائشة ويمنى واقفين مع بعض وبتقول لها روحي انت الأول مع سليم، وسليم بيقرب عليهم وبيكون طالع يجري، فعائشة بتعمل نفسها تعبانة جدا، ويمنى بتقول له هي شربت النهارده كتير لحد ما سكرت خليها معاك، وبترميها في حضنه، وسليم بيطلع موبايله وبيبص في الساعة بيقول أنا اتأخرت على سكن الجامعة هبات فين دلوقتي، وبيسند عائشة لحد ما بيروحوا فندق، وبيقول للموظفة أنا عايز أحجز غرفتين، وعائشة بتشاور للموظفة بتقول لها لأ خليها أوضة واحدة، فبتعمل نفسها مشغولة على الجهاز كده وبتقول له مع الأسف أنا ما عنديش غير أوضة واحدة بس هي اللي فاضية دلوقتي، لكنها أوضة كبيرة، تسليم بيقول لها تمام احجزيها، وبتديله المفتاح، وبعدها ليلى بتوصل الفندق وبتشوف سليم وهو طالع بعائشة الأوضة، فبتسأل الموظفة وبتقول لها هو حجز كام أوضة؟ قالت لها حجز أوضة واحدة بس، وليلى بتستغرب جدا وبتقول لها إزاي أوضة واحدة؟ وليلى بتقول لها أنا عايزاكي تجيبي لي سليم في الجناح بتاعي من غير ما حد يعرف، قالت لها تمام أنا فهمت، وبعدها سليم وعيشة بيدخلوا الأوضة، وعيشة بتعمل نفسها تعبانة جدا ونايمة على السرير، ولكن أول ما سليم ما بيتحرك من جنبها بتمسك إيده وبتجيبه عليها، قال لها أنت مش في وعيك، أنت مش عارفة بتعملي إيه، قالت له لأ أنا عارفة كل حاجة، من الليلة ورايح أنا هابقى حبيبتك، ولكن سليم بيبعد عنها بسرعة وبيطلع يجري على الباب، فبيلاقي الموظفة على الباب وبتقول له إحنا حضرنا لك أوضة تانية في الجناح الرئاسي بتاع الفندق لو أنت عايز تروح، قال لها أكيد خديني معاكي، وبيطلع يجري بسرعة وبيقفل الباب وراه، وهنا الموظفة بتوديه على الأوضة التانية، وسليم بيكون مبسوط بيها جدا لحد ما فجأة باب الأوضة بيتفتح قدامه وبتدخل من الباب ده ليلى، وسليم بيشوفها بيكون مصدوم جدا وبيقول لها أنت إيه اللي جابك هنا؟ قالت له دي أوضتي، وهنا سليم بيقول لها أوضتك إزاي يعني؟ قال لها معلش أكيد الموظفة بتاعة الاستقبال ودتني الأوضة الغلط، وبيطلع يجري بره الأوضة، ولما سليم بيكون خارج من الفندق بيشوف الحارسة بتاعة ياسمين وبتديله شيك ب 10 مليون وبتقول له دي دفعة مقدمة عشان الخدمة اللي انت هتعملها لنا، وسليم بياخد منها الشيك وبيوافق وبيقول لها يلا بينا، وبتاخده وتروح على قصر جلال، وبنشوف ان جلال نايم على السرير وتعبان جدا، والدكتور بيكشف عليه وبيقول ده حرارته واطية جدا ودي علامة من علامات الموت، ومراته وابنها بيكونوا واقفين ومخضوضين عليه قوي، وياسمين بتقول له هو كان الصبح كويس هو بس تعب اول ما جه هنا انت مش عارف تشخصه ولا ايه، ولكن مراته قالت لها ده اكبر دكتور في البلد واشطر واحد فيهم، ولو هو معرفش يشخصه يبقى اكيد مفيش اي حد تاني هيعرف، وهنا سليم بيدخل عليهم وبيبص على جلال وهو نايم، ومراته بتقول له انت ايه اللي جابك هنا؟ فياسمين قالت لها انا اللي جبته، فالدكتور بيساله انت خلصت كليه الطب ولا لسه بتدرس؟ وهنا سليم قال له لا انا مش في طب اصلا، فمراته بتقول له امال انت جاي تعمل ايه؟ هتعالجه ازاي اصلا وانت مش دكتور؟ قال لهم اسكتوا كده، وبيبص عليه بالقوه بتاعته وبيشوف في دايره حمراء كبيره حوالين رقبته، وسليم بيقول لياسمين ابوكي معمول له سحر العيش، وياسمين بتقول له انا مش فاهمه، ومراته بتبدا تستهزأ بكلامه وبتقول له احنا في مجتمع متحضر ومش بنؤمن بالسحر والكلام الفاضي ده، طب انا هوريكي بنفسك، وبيبدا يبص عليه تاني وبيعرف مكان السحر موجود ورا السرير، فالحارسه بتاعت ياسمين بتقرب كده وبتطلع عروسه من ورا السرير، وياسمين بتساله هو ايه ده، وهنا سليم بيشرح لها وبيفهمها ايه اللي بيحصل بالظبط، فياسمين بتقول له طب هو مين اللي عمل كده، وسليم بيبص على العروسه وبيبدا يبص على كل اللي موجودين وبيعرف ان مراته هي اللي عملت له السحر، فمراته بتقول انا ماليش دعوه انا ما عملتش حاجه، وياسمين بتقول له دي مرات ابويا يا ريت لو تتاكد تاني، ولكن سليم بيبص لها وبيشوف حاجه هي مخبيها ورا ظهرها وبيقول لها السبب اللي انت عملته عشان السحر ده مستخبي ورا ظهرك، والحارسه بتاعت ياسمين بتقرب منها وفعلا بتطلع ورقه من ورا ظهرها وبتفتح الورقه وبتقول لياسمين دي ورقه طلاق وبتديها لها، وهنا ياسمين بتقول لها انا ابويا كان عايز يطلقك عشان كده انت عملتي له السحر ده عشان تفضلي على ذمته، فمراته قالت لها انا من حقي ان انا ادور على الفلوس ومن حقي ان انا اختار شخص غني عشان اتجوزه، وياسمين بترفع عليها مسدس، ولكن مراته بتضحك ومش بيكون هاممها حاجه وبتقول لها انت ما تقدريش تقتليني لان ابوكي هيموت معايا على طول في نفس اللحظه، وعشان نحل المشكله دي لازم تكتبي لي نص ثروه عيلتكم يا اما ابوكي هيفضل كده للابد، وهنا ياسمين بتتعصب جدا وبتقول لها انا استحاله اعمل كده، قالت لها براحتك لو موتيني هتموتي ابوكي معايا انا وهو مربوطين ببعض، لو انا مت
هو يموت. فسليم بيقول لها ما تقلقيش، انا اقدر ابطل مفعول السحر ده. وهنا مراته بتقول له بلاش كلام فارغ، انت اكيد مش هتقدر تعمل كده. قال لها اصبري عليا وهتشوفي. وبيقول لي ياسمين انا عايز نار، وبتجيبها له فعلا. وهنا سليم بيرمي العروسه دي في النار وبيحرقها، وبيبان ان هو فك السحر. ولكن ابوها مش بيفوق، ومراته بتضحك وبتقول له انا قلت لك ان انت مش هتقدر تعمل حاجه. وبتقول لي ياسمين العلاج بتاع ابوكي عندي، وعشان اديهولك لازم تعملي زي ما قلت لك، تكتبي لي نص استثمارات عيلتكم. وياسمين بتقول لها مستحيل انا اعمل كده. قالت لها يبقى انت كده مش خايفه على حياه ابوكي. وبتجيب ورقه من الدرج وبتقول لها امضي هنا. ولكن سليم بيمسك ايديها وبيقول لها استني شويه وهو هيفوق. وفعلا جلال بيبدا يفوق من الغيبوبه بتاعته، وبيقعد على السرير وبيسال الموجودين هو حصل ايه. فياسمين قالت له ده سليم زميلي في الجامعه، وانا جبته عشان يقدر يعالجك من التعب اللي انت فيه. وهنا جلال بيشكره جدا، ولكن بيسال هو انا ازاي اغمى عليا مره واحده كده. فياسمين قالت له كل ده بسبب مراتك، هي كانت عامله لك سحر لما عرفت ان انت هتطلقها. وهنا جلال بيأمر الحراس بتوعه ان هم يمسكوها، ومراته بتعيط وبتتحايل عليه وبتقول له سامحني عشان خاطر ابننا. وهنا سليم بيبص فوق دماغ جلال فبيشوف سحابه خضراء كبيره، وبيعرف ان دي من تأثير الخيانه. وهنا سليم بيقول له انا عايزك تسامحني في اللي انا هقوله، بس انا عمري ما شفت خيانه بالشكل ده قبل كده. وبيقول له فاكر لما قلت لك اعمل تحليل دي ان ايه لابنك؟ فمراته بتزعق وبتقول له انت بتقول ايه، اسكت خالص. فجلال قال له ايوه انا عملت كده، والنتيجه بتاع التحليل المفروض كانت هتظهر النهارده. وهنا واحد من الحراس بتوعه بيدخل جري عليهم بسرعه وبيقول له النتيجه ظهرت، وبيدي الورقه لياسمين. وياسمين بتقول لابوها الواد ده طلع مش ابنك. وهنا جلال بيتعصب جدا وبيرمي الورقه في وشها. فمراته بتقول له اكيد الاتنين دول مدبرين حاجه عشان نقع انا وانت في بعض، وعشان يكرهوك فيا. ولكن جلال بيقول لسليم لو قدرت تعرف لي مين عاشقها انا هديك مليار يوان. وبيبص للموجودين وبيعرف ان الولد ده ابن واحد من حراس جلال. وسليم بيشاور عليه، والحارس بينحني بسرعه قدام جلال وبيقول له انا ماليش دعوه، انا ما عملتش حاجه. فجلال بيقول له ارفع راسك، وبيبص للحارس ويبص للولد وبيشوف ان هم شبه بعض جدا. وهنا جلال بيأمر الحراس ان هم ياخدوا الحارس بتاعه وابنه عشان يعملوا لهم فحص ابوه. فسليم بيقول له ان التحليل ده هياخد وقت كبير، انا عندي طريقه اسرع. وهنا سليم بيبص على الولد الصغير والحارس وبيقول ان الولد ده عنده حساسيه من اللبن، ودي حاجه متوارثه، واكيد ابوه هيكون عنده نفس الحساسيه دي. فجلال بيقول له انت تقصد ايه؟ قال له الحساسيه دي حاجه وراثيه، طالما عند الاب يبقى اكيد هتكون موجوده عند الاب. وهنا جلال بيأمر الحراس بتوعه ان هم يسقوا الراجل ده لبن غصب عنه، والحارسه بتجيب كوبايه اللبن وبتشربها له. وياسمين بترفع عليه مسدسها كده وبتقول لو ظهر عليك اي علامه من علامات الحساسيه انا مش هسمي عليكم انتوا الاثنين. وهنا فعلا الحارس بدأت تظهر عليه علامات الحساسيه من اللبن. وياسمين بتقول طلعوا الولد الصغير بره الاول. فالحارس بيقول انا ماليش دعوه، هي اللي اغوتني وهي اللي عملت كل ده، انا ضحيه زيك. ولكن الست بتضربه وبتقول له انت اللي دبرت كل حاجه، وانا اللي كنت ضحيه معاك. وبيقعدوا يتخانقوا مع بعض. وهنا ياسمين بتقول انا مش عايز اسمع كلام تاني، وبتؤمر الحراس بتوعها ان هم ياخدوهم. وياسمين بتطلع شيك كده وبتديه لسليم وبتقول له انا بعتذر جدا عن اللي حصل ده، ودي المليار يوان اللي ابويا قالك عليهم. فسليم بيقول لها شكرا، انا ما عملتش غير حاجه بسيطه، ومبلغ كبير زي ده انا مش هقدر اقبله. وجلال بيضحك وبيقول له بما انك مش عايز فلوس انا هقدر اديك استثمارات عيلتنا كلها، ايه رايك؟ ولسه سليم هيتكلم، ولكن ياسمين بتقول له موسم الوظائف هيبدأ قريب، وانت بقدراتك دي مش هينفع تكون موظف جديد عادي، والاستثمارات دي هتساعدك ان انت تظهر قوتك الحقيقيه. وبتقول له عشان خاطر يقبلها. وسليم بياخد منها الشيك وبيقبلها فعلا. وبعدها بنشوف سليم وهو قاعد في سكن الجامعه وفاتح موبايله وبيبص على الشركه اللي اديتها له ياسمين. ونادر بيدخل عليه جري وبيقول له انت لسه قاعد مكانك؟ الاختبارات بتاعه التوظيف بدأت، يلا بينا ندور على شغل. وبياخدوا من ايده بسرعه وبيطلعوا. واول ما بيوصلوا الجامعه بيكون الطلبه واقفين طوابير عشان يقدموا على الوظائف، وبيلاقوا فارس هناك. واول ما بيشوف ان هو لابس شبشب بيقعد يتريق عليه هو واصحابه. وبنشوف اتنين جنبهم واقفين وزعلانين جدا عشان ما قدروش يخشوا المقابله بتاع شركه البصري. وهنا فارس بيطلع قدامهم ورقه بكل ثقه وبيقول انا قبلوني موظف في شركه استثمارات البصري. وكل اصحابه بيكونوا مندهشين من الورقه اللي معاه. وفارس بيوري الورقه لسليم بكل كبر، واصحابه بيكونوا فرحانين جدا وبيقعدوا يضحكوا مع بعض. وهنا سليم بيقول لنفسه كده مش الشركه دي هي اللي اديتها لي ياسمين؟ وبتجيله مكالمه على تليفونه من واحد بيقول له لو انت في الجامعه انا هجيب لك العقد لحد عندك، واول ما تمضي هتبقى رئيس مجلس اداره شركه استثمارات البصري. وبعدها الدكتور ماهر بيوصل الجامعه وفارس بيقول له انا قبلوني في شركه استثمارات البصري، وبيوري له الورقه بتاعته. والدكتور بيكون فرحان بيه جدا وبيقول له انت لازم تساعد زمايلك. وهنا فارس بيقول يا ريت كلكم تدوني السيفيهات بتاعتكم، انا اعرف الراجل اللي بيعمل مقابلات مع الناس واقدر اتوسط لكم هناك. واصحابه كلهم بيفرحوا وبيدوا له السير الذاتيه بتاعتهم. والدكتور ماهر بيقول لسليم وانت فين السي في بتاعك؟ قال له لا انا مش معايا.
قال له ازاي؟ يعني مش كفايه مستواك الدراسي ضعيف، كمان مش محضر ورقك عشان تقدر تقدم بيه على الوظيفه؟ وهنا بيدخل عليهم راجل تاني وبيقول لفارس انت ابوك كلمنا فعلا. وفارس قال له السيفيهات دي كلها بتاعت زمايلي، يا ريت لو تراجعوها، هم برضو مستواهم كويس. والراجل قال له تمام ماشي، وكلهم بيكونوا فرحانين. وفارس بيقول يا سليم، بما ان درجاتك وحشه بس انا اقدر اتوسط لك مقابل ان انت تركع قدامي، وانا اقدر اديلك فرصه ان انت تدخل المقابله بتاعت الشركه دي. واصحاب فارس كلهم بيتنمروا على سليم، ولكن سليم بيبقى واقف ساكت ومش بيرد على حد. والطلبه بيقولوا لو سليم ما قدرش ياخد اي وظيفه فكده معدل النجاح بتاع الاسم بتاعنا هيقل، والدكتور ماهر مش هياخد الترقيه بتاعته. فالدكتور ماهر بيقول له انت سلوكك مش مظبوط وكمان نتائجك وحشه، وقصاد اللي انا شايفه منك دلوقتي انا مضطر اطردك من الجامعه. وكل اصحاب فارس بيقولوا له ايوه يا ريت تطرده، هو كده كده ملوش اي لازمه في الاسم بتاعنا. فماهر بيقول له انا هديلك فرصه تانية، لو ما قدرتش تاخد اي وظيفه النهارده انا هطردك من الجامعه كلها. ولكن بتيجي ياسمين ومعاها كل الحراس بتوعها، واصحاب فارس بيكونوا واقفين بعيد وعمالين يعكسوها. وماهر بيقول لها هل في اي تعاون جديد بين عيلتك وبين الجامعه بتاعتنا؟ يا ريت لو تستريحي وانا هبلغ المدير فورا. واول ما الطلبه بيعرفوا ان سليم هيبقى مدير الشركه كلهم بيحاولوا يقربوا له وبيعتذروا له عن كل حاجه قالوها، وبيقولوا له انت ممكن توظفنا كمتدربين في الشركه بتاعتك. وهنا سليم بيقول لهم انا شركتي مش هوظف فيها غير المواهب بس زي نادر، انما انتوا مفيش اي حد منكم هيخطي عتبة الشركة، وكمان هديله راتب سنوي 5 مليون. وكلهم بيتصدموا جدا من الرقم، ونادر بيكون فرحان جدا. وسليم بيبص لفارس كده وبيقول له انت من شوية كنت عايزني انضف الحمامات صح؟ وفارس بيقول له لا 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 ما كنتش اقصد. فسليم بيقول له امشي من وشي يلا. والموظف بتاع الشركة بياخد الورقة اللي مع فارس وبيقطعها وبيرميها في وشه وبيقول له انت مطرود من الشركة. وبعدها ياسمين بتاخده عشان يروح يبص على الشركة بتاعته. وهنا فارس بيكون متعصب جدا وبيقول انا هبلغ خطيب ياسمين بكل اللي بيحصل ده واحد من اغنى العائلات اللي في البلد واكيد مش هيسكت على اللي بيحصل ده. وسليم وياسمين بيوصلوا الشركة وبيقابلوا الموظفين، والحارسة بتقول له كل اللي انت شايفهم قدامك دول من افضل الناس اللي بتتداول في البلد، كل واحد منهم على الأقل حقق ملايين قبل كده. وسليم بيكون فرحان جدا وبيقول لياسمين هو أنا ينفع أخليهم يشتغلوا معايا في الأسهم؟ قالت له أكيد. وياسمين بتقول للموظفين أحب أعرفكم على سليم، ده هيبقى رئيس مجلس الإدارة الجديد، وأي كلمة يقولها اعتبروها أمر لازم يتنفذ. وهنا الموظفين بيستغربوا جدا وبيقولوا لها إزاي لسه طالب وهيبقى رئيس مجلس الإدارة؟ ده لسه ما عندوش أي خبرة ولا يعرف حاجة عن السوق. وهنا ياسمين بتقول لهم أنا هقولها مرة كمان، سليم هيبقى رئيس مجلس الإدارة وأي كلمة يقولها لازم تنفذوها. وكلهم بيستغربوا جدا وبيكونوا زعلانين. وسليم بيقول لهم أنا عارف إن أنتم متضايقين إن أنا هبقى رئيسكم، ولكن ده دلوقتي بقى أمر واقع وما عندكوش أي اختيار غير إنكم تقبلوا بيه. وبيقول لهم أنا هوريكم إزاي في 5 دقايق تكسبوا قد رواتبكم في 10 سنين كاملة. ومحدش بيكون مصدق اللي هو بيقوله. وسليم بيوزعهم 3 مجموعات وبيقول لهم اشتروا أسهم في شركة معينة، وبيقول لهم اشتروا بكل الفلوس اللي معاكم في الشركات اللي أنا قلت عليها. وبيكون باين إن هو متحمس جدا ولكن هم محدش منهم بيكون مهتم. فياسمين بتقول لهم انتوا واقفين مكانكم ليه؟ يلا ابدأوا نفذوا الأمر اللي قال عليه. وفعلا بيبدأوا يخلصوا الشغل اللي هو عايزه، وبعد 5 دقايق بالظبط بدأت فعلا الأسهم اللي قال عليها سليم ترفع. والموظفين مش بيكونوا مصدقين نفسهم. واحد بيقول هو فعلا عنده حق، في خلال 5 دقايق بس السعر رفع بشكل جنوني. وكل واحد فيهم بيبدأ يبص على جهازه وكل الأسهم بتكون عمالة ترفع. والموظفين بيكونوا فرحانين جدا إن هم فعلا دلوقتي كسبوا فلوس كتير قوي. وياسمين بتكون فرحانة بيه قوي، والحارسة مش بتكون مصدقة نفسها من اللي بتشوفه. وسليم بيكون هيغمى عليه من الفرحة وبيقول له وريني حسابات الشركة كده. فالموظف بينحني له وبيقول له أنا آسف على اللي أنا قلته عليك قبل كده. والموظف بيقول له إن الأسهم اللي أنت اخترتها زادت بقيمة 3 مليار. والموظفين وسليم محدش بيكون مصدق نفسه خالص من اللي هو بيشوفه. وياسمين بتكون فرحانة بيه جدا لحد ما سليم بيطلع شنطتين فلوس كده وبيقف على المكتب وبيقول للموظفين النهارده احنا كسبنا فلوس كتير قوي وده بفضل المجهود بتاعكم معايا. وبيبدأ يرمي عليهم الفلوس وبيقول لهم دي عمولتكم يلا كله يتبسط. والموظفين كلهم بيكونوا فرحانين وكلهم عمالين يلموا في الفلوس وبيقول لهم خلاص ارتاحوا النهارده وبكره نكمل شغلنا. وياسمين بتكون فرحانة بيه جدا. وسليم بيقول لنفسه قبل اسبوع بالظبط من دلوقتي انا ما كنتش لاقي اي حاجه اكلها حتى، انما دلوقتي انا كسبت 3 مليار. وفارس بيكون مستني خطيب ياسمين لحد ما يوصل وبيطلع موبايله وبيقول له الشخص ده هو اللي خد منك خطيبتك. ولطيف بيقول له انت متاكد ان هو ده؟
ازاي واحد فقير زي ده يتجرأ ان هو يقرب من مراتي؟ وبعدها بنشوف ياسمين وهي قاعده مع سليم في المكتب وبتحاول تقرب منه وبتقول له مفيش اي شك ان انت واحد من اكبر المتداولين اللي في العالم. وسليم بيقول لها انت لو عايزاني ابقى موظف عندك فانا هاخد رقم كبير قوي. وياسمين بتضحك وبتقول له ايا كان الرقم اللي انت عايزه انا هقدر ان انا ادفعه. قال لها انا مش مهتم بالفلوس خالص. فياسمين بتقوم من على المكتب كده وبتقعد على رجله وبتقول له طب ايه رايك لو تتجوزني مع العرض ده؟ مش كده ممكن توافق؟ قال لها هي دي الطريقه بتاعتك في التفاوض؟ قالت له اكيد لا، بس دي طريقتي لما باجي اتفاوض معاك. وبتقرب منه وبتبوسه. ولكن فجاه فارس ولطيف خطيبها بيدخلوا عليهم المكتب وبيتصدموا جدا من اللي بيشوفوه. وسليم بيقوم وبيكون مكسوف جدا من الموقف اللي هو فيه. وياسمين بتقول له انت مين سمح لك ان انت تدخل المكتب؟ ولطيف بيقرب منها كده وبيمسك ايديها وبيقول لها ايه الصفقه الكبيره اللي انت عايز تتفاوض عليها بالطريقه اللي انا شفتها دي؟ فياسمين بتقول له ابعد عني. وسليم بيروح يمسك ايد لطيف وبيشيلها عن ايد ياسمين. وفارس بيقول له انت اتجننت؟ انت عارف انت بتعمل ايه؟ قال له ابدا، هي كانت عايزاه يسيبها وهو كان رافض فانا ساعدت ان هو يسيب ايديها. وياسمين بتقول له احنا اتخطبنا واحنا صغيرين لما كان ابويا او ابوك سكرانين مش اكتر، انما دلوقتي انا مش موافق عليك. ولطيف بيقول لها انا عايزك تفهم ان بكلمه واحده مني اقدر اقطع كل مصادر الدخل بتاع عيلتكم وما اخليش حيلتكم حاجه. يعني عيلتك من غيري ما تسويش اي حاجه. ولو انت مش عايزه تخسري كل فلوسك فانا هستناكي في بيتنا عشان نتجوز وهديكي مهله اسبوع واحد بس عشان تقرري. وبيسيبها وبيمشي. وياسمين بتقول لسليم ان هي خايفه احسن لطيف ينفذ الكلام اللي هو قاله لان عيلتها اكتر من 80% من الدخل بتاعها مرتبط بعيله لطيف، ولو انا ما رحتش اتجوزته اكيد هيوقف كل الاستثمارات دي. فسليم بيقول لها ان عيله لطيف ثروتها تساوي 3 اضعاف ثروتك وفي خلال الاسبوع ده سهل جدا ان انا اخلي عيلتك اغنى من عيله لطيف بكتير. وياسمين مش بتكون مصدقه نفسها بتقول له انت بتتكلم بجد؟ ازاي عايز تعمل كده في 7 ايام بس؟ الكلام ده مستحيل. وسليم بيقول لها خليها عليا وما تقلقيش. وياسمين بتقول له بلاش بسبب تزعل لطيف عشان كده ممكن تكون في خطر. وسليم بيقول لها انا عشانك اعمل اي حاجه ومش هقدر اسيبك في الظروف دي. وسليم بيبص على مجله كانت مركونه عنده في المكتب وبيعرف ان قوته بتقدر كمان تشوف المستقبل. وبيشوف ان شركه الادويه بتاعته هتخسر كل فلوسها في خلال اسبوع وده بسبب ان الدواء اللي هم اخترعوه كان فيه مشكله. وهنا سليم بدأ يفهم ان المشكله في التركيبه نفسها. لو عدل التركيبه بتاعت الدواء دي العلاج هيكون ملوش اي اثار جانبيه ومفيش اي انهيار هيحصل. وياسمين بيكون واقفه مش فاهمه حاجه ولكن هو بيقول لها انا ما عنديش اي وقت لازم نتحرك بسرعه عشان اقابل المدير مازن. وسليم بياخدها من ايدها وبيطلعوا يجروا. واول ما بيوصلوا بيدخلوا عليهم المكتب. استاذها بيقول لها هو مين ده؟ قالت له انا هعرفك بيه، ده سليم وده شخص عبقري في الاستثمار وانا النهارده جبته مخصوص عشان يقابلك. وسليم بيقول له انا جيت لك عشان استثمر في حبوب اعاده الحياه. ولكن هنا لطيف بيدخل المكتب بسرعه بيقول ان الحبوب دي عيلتي انا اللي هتستثمر فيها. ولطيف بيقول لسليم انت ايه اللي جابك هنا؟ فياسمين بتقول له انا اللي جبته. فالسكرتير بتاع لطيف بيقول لها حاولي تفكري شويه في الحاجات اللي انت بتعمليها، احنا جايين هنا عشان نناقش التعاون بين عيلتين وملوش اي لازمه نخلي واحد غريب قاعد وسطنا. فياسمين بتقول له انت عارف انت بتتكلم مع مين؟ ولكن استاذها بيقول لها اهدي. والسكرتير بتاع لطيف بيطلع العقد وبيديه لمازن وبيقول له لطيف جاهز على الاستثمار الفوري في الحبوب بتاعتك. ولكن سليم بيمسك الورق كده بتاعه بيقول له انت مسمي الكلام الفاضي ده قوه، وبيرمي الورق قدامه مع الترابيزه. وبيقول لمازن ان الحبوب بتاعتك فيها خلل. وبيبص لطيف كده وبيقول له انت هل في الخطه بتاعتك قلت اي حاجه عن حل الخلل ده؟ ولكن مازن بيقول لياسمين انت جبت الولد ده معاكي عشان يشوه سمعتي؟ من الافضل انكم تطلعوا بره. وياسمين بتسال سليم كده بتقول له انت الكلام اللي بتقوله ده بجد؟ قال لها ايوه. فلطيف بيقول ان الحبوب دي اتعمل عليها تجارب كتير قبل كده وكانت نتائجها ممتازه، فين بقى المشكله اللي انت بتقول عنها؟ وهنا سليم بيقول انا كنت متوقع ان محدش فيكم يصدقني. وبيقول لمازن ان التركيبه بتاعتك فيها خلل في نوع بذور معين ولازم تصلح النسبه بتاعتها. وهنا مازن بيتصدم جدا منه وبيقول له انت عرفت ازاي؟ الجذور اللي انت بتقول عليها دي ده حاجه سريه انا ضفتها في التركيبه والنسبه بتاعتها محدش يعرفها غيري حتى المساعد بتاعي. وهنا لطيف بيقول باين ان سليم سرق التركيبه بتاعتك. ولكن مازن بيقول مستحيل يكون سرقها ان التركيبه انا شايلها في خزنه سريه عندي ومحدش يعرف طريقها. وسليم بيقول له ان الحبوب بتاعتك اول ما تنزل السوق هيكون لها اثار جانبيه كتير وفي ناس كتير هتموت بسببها ودار الشفا بتاعتك هتخسر كل فلوسها. وهنا سليم بينصح مازن ان هو يقلل نسبه الجذور والدواء بتاعه هتزيد الفعاليه بتاعته بنسبه 30%. وبيقول له لو مش مصدقني جربها على فار ابيض عنده سرطان وهتشوف النتيجه قدامك. وياسمين بتقول له ليه ما تجربش الكلام اللي هو بيقوله؟ لو كلامه طلع صح هتكون ساعدت ناس كتيره جدا وده اللي انت عايزه. وهنا مازن بيقول له انا هعمل التجربه دي ولو كلامك طلع صح
انا هتعاون معاك، وبيسيبهم وبيمشي. ولطيف والسكرتير بتاعه بيكونوا عمالين يتريقوا على سليم، ولكن مازن بيجيب فار ابيض قدامهم وبيقول لهم انا اديته الدواء بالنسبه بتاعت سليم، وكلهم بيكونوا مستنيين نتيجه التجربه، والفار مش بيتحرك خالص. فلطيف والسكرتير بتاعه بيتريقوا عليه لحد ما الفار بدأ يتحرك من تاني، وياسمين ومازن وكل الموجودين مش بيكونوا مصدقين عينيهم، والفار بدأ يتحرك وياكل عادي. ومازن بيشكر سليم جدا وبيقول له انت اللي انقذت الحبوب بتاعتي وانقذتني. وياسمين بيكون فرحانه بيه جدا لحد ما لطيف بيكون عايز يشكك في اللي حصل. فمازن بيقول له مستحيل، انا عملت كل حاجه صح، والوصفه بتاعت سليم هي اللي صلحت الخلل اللي كان موجود عندي. وبعد كده بيدي سليم دوسيه وبيقول له دي اتفاقيه شراكه بيني وبينك، وهخليك المستشار الفني بتاعي في الحبوب دي. وسليم بياخد منه الدوسيه وبيكون فرحان جدا وبيشكره على اللي عمله، ولطيف بيكون زعلان جدا وبيسيبهم وبيمشي. وبعدها بنشوف عايشة ويمنى هما مع سليم في مكتبه، وبنعرف ان هو عينهم مديرين عنده في الشركة. ونادر بيقول له من ساعة ما الاتنين دول بقوا مديرين معانا واي مستثمر بيمضي العقد معاهم على طول من غير ما يفكر. وسليم بيقول له اكيد الاتنين دول لما يكونوا موجودين معانا بيكون ليهم تأثير خاص. وبعدها يمنى بتقول له احنا فتحنا شركة جديدة لاستثمارات الاسهم، وراس مالها دلوقتي باكتر من 10 مليار. وعائشة بتقول له مبروك، انت دلوقتي بقيت رقم 50 في الترتيب الاغنياء بتوع البلد. وسليم قال لها اصبري بس لحد الساعة 2 وهتلاقيني في المرتبة الاولى. وكلهم بيندهشوا جدا، ونادر بيستغرب جدا وبيقول له متأكد النهارده الساعة 2؟ وبعدها ابو يمنى وامها بيدخلوا عليهم المكتب، وامها بتقول لها ده العقد بتاعك في الوظيفة الحكومي، انت لازم تروحي تستلم الشغل من بكرة. قالت لها انا مش عايزة اروح، انا هنا شغالة مع سليم ودخلي كويس جدا. وابوها بيقول لها ازاي؟ سليم ده كان لسه طالب صغير وما لحقش يلم فلوس كتيره، ازاي بقى عنده شركه وانت شغاله معاه؟ وهنا سليم بيقول لهم اصبروا معايا لحد الساعه 2 وهتشوفوا وقتها ثروتي بقت كام. واول ما الساعه 2 بتيجي بيوري لهم اللابتوب، وابوها بيتصدم من اللي هو بيشوفه. وبعدها بيقول لها خلاص خليكي مكمله في شغلك وتعلمي كويس من سليم، وبيسيبوهم وبيمشوا. وبعدها نادر بيدخل عليه المكتب وبيقول له انت فعلا دلوقتي بقيت اغنى راجل في البلد. وسليم بيقول له تمام، بس لازم تحافظ على سريه شخصيتي وان محدش يكون عارفني. ونادر بيقول له طب ايه رايك تختار اسم مستعار؟ وسليم بيقول له تمام، خليها السيد الشاب لعائله الشافي. وبيقول له هو ايه اغلى مبنى في البلد هنا؟ ونادر بيقول له برج الملك السماوي اللي تبع عائله الهاشمي، هو ده اغلى مبنى وقيمته بتعدي ال 10 مليار. وسليم بيطلع من ايده فيزا كده وبيقول له روح دلوقتي واشتري المبنى كله. وبعدها يمنى بتشكره على اللي هو عمله قدام ابوها، وبتقول له انت ساعدتني كتير، ازاي اقدر ارد لك الجميل ده؟ وبتلف ايديها حوالين رقبته وبتقول له انا هعمل اي حاجه انت تأمرني بيها. قال لها خلاص ناديني باسم حلو. وسليم بيقول لنفسه يمنى اميره الجامعه اللي انا ما كنتش احلم ان انا اقرب منها، دلوقتي هي بين دراعاتي. ويمنى بتقول له اخي سليم. وسليم بيضمها ليه كده وبيقول لها لو قلت كده مره كمان في حاجه هتحصل بينا. وبتقرب منه كده عشان تبوسه، ولكن سليم بيبعد عنها وبيبص في موبايله. وبيعرف ان النهارده عيد ميلاد عائشه، وبيطلع يجري من قدام يمنى وبينزل يقابل عائشه وبتقول له انت اتاخرت ليه؟ قال لها كنت بجيب لك هديه. وبياخدها وبيدخلوا يقعدوا في كافيه، وعائشه بتشوف السلسله اللي هو جابها لها وبتكون فرحانه بيها جدا. وسليم بيقوم وبيلبسها السلسله، وسليم بيقول لها انا همشي دلوقتي، ولكن عائشه بتمسك ايده وبتقول له تعالى معايا العيله كلها فوق. واول ما بيطلعوا سليم بيسلم عليهم، وابوها بيقول لعمتها هو ده سليم اللي انا حكيت لك عنه. وعمتها بتقول الولد الفقير ده معقوله يليق بعائشه؟ وابوها بيقول لها النهارده عيد ميلاد البنت مش عايزين ننكد عليها. وبيقول لهم اقعدوا، والعيله كلها بتبدا ترسم نفسها على سليم وبيبينوا قد ايه هم اغنياء. وسليم مش بيكون مهتم باللي بيتقال، وابوها بيكون قاعد ومتضايق جدا من اللي بيحصل. وبعدها بنت عمتها بتقول انا شايفه ان العقد اللي لابسها عائشه من نفس تصميم العقد بتاع ماما، فقالت لهم ده هديه جابها لي سليم. فعمتها بتقول لها طب خلينا نشوفه. قالت لهم اتفضلوا. وعمتها بتقول لها العقد ده مش اصلي صح، عشان الالماس اللي فيه كبير قوي، فلو ده حقيقي هيبقى ثمنه كبير. وعمتها التانية بتاخد العقد وبتقول انا حاسه انه اصلي مش تقليد. والتالتة بتقول لها سعر العقد بتاعك كام؟ فقالت لهم 600. وابوها بيضحك وبيقول طلاب الجامعه اليومين دول دايما بيحبوا يشتروا حاجات تقليد. وبعدها بنت عمتها التانية بتوصل، وامها بتقول هي خبيره في المجوهرات، وبتديها العقد وبتقول لها شوفي كده ده اصلي ولا تقليد. وبتبص على العقد وبتقول مستحيل ده يكون تقليد، ده اصلي وسعره ما يقلش عن 6 مليون. وكلهم بيندهشوا جدا. وابوها بياخد منها العقد وبيقول لسليم انت جبت الفلوس دي كلها منين؟ وبعدها عائشه بتساله هو فعلا العقد ثمنه 6 مليون؟ وسليم بيضحك وبيقول لها دي حاجه بسيطه. وبعدها امها بتتضايق وبتقول لعائشه انا عايزاكي في كلمه بره، وبتاخدها وبتمشي. وامها بتقول لها انت جبت العقد ده منين؟ قالت لهم سليم اداهولي. وامها بتقول لها ازاي انتوا اصحاب بس وهو اداكي عقد بالثمن ده؟ عرفيني بالظبط انتوا وصلتوا لايه مع بعض. وعائشه بتقول لها ولا اي حاجه.
وابوها بيقول لها اهدي، سليم كده كده انسان كويس. وامها بتقول كويس ازاي؟ انت شايف اصلا ان هو يستحق بنتنا؟ قال لها ده انسان كويس. قالت له اسكت انت خالص، انت متفق معاه ولا ايه؟ قال لها لا والله مش متفق مع حد. وامها بتقول لها قبل ما يحصل بينكم اي حاجه انا لازم اتاكد منه بنفسي، يلا بينا ندخل. وبعدها عمتها بتقول لابوها انا سمعت ان انت عايز تأجر محل في البرج السماوي. قال لها ده صحيح، ولكن هم هناك التكلفه بتاعتهم عاليه قوي، ولازم الشركه اللي هتأجر عندهم يبقى ليها اصول كبيره. واخته التانيه بتضحك وبتقول له انا بنتي مديره هناك في البرج، وهي اللي مسؤوله عن الامور بتاع الايجار دي. والبنت بتقول له ان البرج بيقبل بس الشركات اللي قيمتها بتتعدى المليار، ولكن انا اقدر اساعدك ان انت تدخل مقابل ان هاخد منك 10 مليون بس. وكلهم بيستغربوا جدا من الرقم. وسليم بيقول لنفسه انا دلوقتي بقيت صاحب البرج، والبنت دي بتطلب رشوه قدامي، انا لازم أأدبها. وبيطلع موبايله وبيبعت لحد بيقول له انا عايز الختم الرسمي بتاع البرج. وابو عائشه بيوافق ان هو يدي البنت 10 مليون وبيدي لها الفيزا، ولكن سليم بيوقف الترابيزه وبيقول له خلي فلوسك معاك. وام البنت بتقول لعائشه حبيبك بيتصرف بقله ذوق. وابوها بيكون مستغرب جدا من اللي بيحصل، وبيقول لهم هو اكيد سليم مش قصده. وبيقول لسليم لو انا قدرت ادخل البرج فاكيد ايراداتي هتتضاعف اكتر من مره، وال10 مليون دول مش هيبقوا مقابل كبير. ولكن سليم بيقول له انا هخليك تدخل من غير ما تدفع اي حاجه. والبنت بتقول له انا المديره التجاريه بتاع الفندق، وانا اللي بقبل اي حد وبرفض اي حد. والبنت بتقول له لو انت مصدقه براحتك، بس انا مش هقدر اساعدك. قال لها لا 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 خد الفلوس. وبرضه سليم بيوقف الترابيزه تاني وبيقول له اسمع اللي انا بقول لك عليه. وبعدها بيدخل عليهم واحد اسمه المدير رضوان من برج الملك السماوي، والبنت بتقوم بتسلم عليه. ورضوان بينحني قدام سليم وبيقول له الورق اللي انت كنت عايزه اهو. وهنا كلهم بيعرفوا ان سليم هو مدير البرج. وسليم بيدي ابوها الورق وبيقول له انا اجرت لك وحده فعلا في البرج، ومفيش اي حاجه عايزها منك غير انك تمضي على الورقه بس، وتقدر تدخل او تخرج في اي وقت. وبالنسبه للايجار انا عافيتك منه كله. وابوها بياخد منه الورق ومش بيكون مصدق نفسه، وبيقول له انا اول مبلغ امسكه في حياتي كان بفضلك انت، انا دي حاجه ما اقدرش انساها. وكلهم بيكونوا مستغربين جدا من اللي بيشوفوه قدامهم. وبعدها بنشوف ليلى وهي مع ابوها في البيت، وابوها بيقول لها انا عايز اجوزك لفارس. قالت له لا طبعا انا مش موافقه. قال لها انا وابو فارس اصحاب من 30 سنه وبيننا شغل كتير، انت ليه مش موافقه؟ قالت له بصراحه انا بحب حد تاني. ولما ابوها بيغصب عليها بتسيبه وتمشي. وبعدها السكرتير بتاع ابوها بيجي له جري وبيقول له ان ليلى سابت البيت ومشيت. فابوها بيقول له وقف لها كل حسابات البنك بتاعتها. وبعدها بنشوف ليلى وهي في السوبر ماركت بتحاول تشتري حاجه وبتجرب اكتر من حساب بنكي معاها، ولكن كلهم بيكونوا واقفين. فسليم بيدخل عليها بسرعه وبيدفع هو الفلوس وبيقول لها ايه اللي حصل؟ قالت له انا ابويا كان عايز يجوزني فارس، ولما انا رفضت اكيد هو وقف كل حساباتي. قال لها مفيش مشكله، خليني اساعدك يكون معاكي فلوسك الخاصه. وبياخدها ويروح على السوق. وهناك سليم بيشوف حجر نادر فبيشتريه من صاحبه، وبيكسر الحجر على الارض وبيبان ان هو حجر نقي جدا. وبيرفع الحجر كده وبيقول مين يشتريه. وهناك واحد بيشتري منه بمليون يوان. وليلى بتكون فرحانه بيه جدا وبتقول له انت ازاي عملت كده؟ قال لها دي الخطوه الاولى. وبعدها بياخدها ويروح على المكتب بتاعه وبيعلمها ازاي تتداول في الاسهم. وهنا عائشه ويمنى بيدخلوا عليه والثلاثه بيمسكوا فيه وبيقولوا له واحنا كمان عايزين نتعلم. فسليم قال لهم مفيش مشكله، خليني اعلمكم واحنا الاربعه نشتغل مع بعض. وبعدها بنشوف سليم وهو واقف في المكتب بتاعه مع نادر وبيقول له دلوقتي انت بقيت اغنى واحد في العالم. وهنا الاربع بنات بيدخلوا عليه وكلهم بيقدموا له تقرير عن استثماراته والفلوس اللي داخلاله. وسليم بيقول لهم ده مش انجازي لوحدي، ده انجازنا كلنا مع بعض. وكلهم بيكونوا باصين له وفرحانين بيه جدا. وبعدها نادر بيقول له انت دلوقتي بتغني جدا ولسه بتاكل عيش حاف. قال له العيش ده بيفكرني بالحادثه اللي بسببها قدرت اكسب كل الفلوس دي، وهناك كانت بدايتي. وبيبص في الشباك وبيضحك. وهنا بيكون خلص مسلسلنا. ما تنسوش لايك واشتراك للقناه لو الفيديو عجبكم. اشوفكم على خير الفيديو الجاي، سلام.